جدا 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 بتسالوا الغيبه الطويله ديت. هقول لكم ان انا بدات اشتغل، فطبعا ده اثر على الفيديوز واثر على الكرياتيفيتي بتاعتي. شكلي تخين قوي في الطب ده، ماشي. دلوقتي لقيت كومنتس كتير وناس كتير بيسالوني ان هم عايزين يلبسوا طبعا اطقم سواريهات او عندهم مناسبات كتير، وطبعا المناسبات دي في الشتاء والجو دلوقتي مش طبيعي والجو برد جدا جدا جدا، فهم بيبقوا محتارين شويه ايه الواحد يقدر يلبسه في الوقت اللي زي ده. جينا قلنا ان احنا دلوقتي في عز الشتاء، فانتي محتاجه تلبسي لايرنج كتير، تلبسي لايرز يعني طبقات كتير فوق بعض، فطبعا ده هيأثر على الشكل او اللوك الخارجي للهدوم بتاعتك. بس السواريهات او اللبس اللي بيبقى ده بيبقى شويه ليميتس في البيس، يعني مثلا طبقه واحده او طبقتين بكتير قوي. فانا النهارده جايه اقول لك على شويه تريكس او شويه اوبشنز عندك عشان تقدري تلبسيهم يساعدوكي كتير لو انت عندك اي مناسبه، او لو انت عندك اي حاجه في الفتره الجايه دي عايزه لها تلبسي لها حاجه سواريه او فورمال. خلينا نبدا في اول حاجه، وهي طبعا اللي هو الستاندرد، الحاجه العاديه جدا اننا نلبس فستان. طيب الفساتين دي هنقدر ازاي نتدفى بيها وازاي يبقى شكلها كمان شتوي، ما يبقاش بس مجرد ان هي يعني فستان منفوش وخلاص. لا، احنا عايزين نديله شويه الطابع او اللي هو الستايل الشتوي، عشان يبقى في فرق اكيد عندنا ما بين الهدوم الصيفي والهدوم الشتوي. طبعا لو انتي اخت عروسه او اخت عريس او اخت اي حد، فانتي اوريدي هتلجئي دايما للفساتين المنفوشه اللي بتلمع، اللي بيكون فيها ستريس كتير، اللي بيكون فيها حاجات كتير وتفاصيل كتير. طبعا ده الفيديو مش عشانك، او تقدري تقولي ان هو نصه عشانك يعني. اما الباقي بقى اللي هم مثلا القرايب القريبين قوي بس مش هيلبسوا فساتين، ولو انت رايحه لصاحبتك جواز او خطوبه او اي حاجه من الحاجات دي، او لو انت معزومه عند حد على فرح او مناسبه او اي حاجه، عايز حاجات تكون مدياني طابع حلو وفي نفس الوقت شيك وجميل. ده كله لونه بيتي وانا لابسه بيتي. طيب الفساتين العاديه ده فستان اختي كانت لابساه في خطوبه اختي التانية. فالفستان عادي جدا شيفون، و هو بس ليه حزام ومورور كده، كل حته فيه مورورة كسر كتير، وعادي سيمبل خالص. بس فستان زي دوت لو انا جيت دلوقتي، كان الكلام ده كان في الصيف، لو جيت انا لبست الحاجه زي ده بالظبط دلوقتي هيبقى شكله شويه كأن الستايل ده مش نافع ان نلبسه دلوقتي. فانا لو حابه حاجه زي كده مثلا البسها، او ما عنديش اوبشن تاني غير حاجه زي غير اني البس حاجه زي دي، فانا هلجأ لحاجه حلوه جدا جدا جدا، وهي الجواكت او الستايل بتاع ده. بصراحه مش فاكره اسمه، مش عارفه اسمه، بس الحاجات اللي هي بتتحط على الكتف او بتتحط تضيف ملمس شتوي او ستايل شتوي، حاجه فلورير، حاجه مش عارفه ايه على الكتف. طبعا مش شرط ده، يعني ده مش لايق مع ده، بس لو جيت قلت دورت مثلا على حاجه زي كده، فهي دي الاختيار اللي انا هلجأ له. ان انا هحط شال عندي فرو، او هحط مثلا فرو ابيض. حاجه تاني حل، وهو اكتر حاجه انا بنصح بيها اي بنت عايزه تجيب طقم او حاجه للخطوبه او لمناسبه، المهم يعني ان هو تجيب الست اللي هو بيكون عباره عن قطعتين اتنين. دي سكيرت وبلوزه وسكيرت انا جبتهم من فيميناين، طبعا اتكلمت عن فيميناين كتير قبل كده، بس انا بعشق حاجاتهم. فهي السكيرت بليسيه كده ابيض تمام، هي مش شيفون ومش يعني مش عارفه بصراحه الخامه. مع البلوزه دي تتربط كده حاجه كده سكر، والباف سليف. طبعا انا بعشق الباف سليف، كل هدومي تقريبا فيها باف سليف، انا باف سليف دلوقتي. المهم فده مثلا ده طقم هيبقى يونيك جدا لو انا حطيت له اي حاجه جلافز او حاجه لونها ابيض، فيلفت ابيض، شماعه بيضه، وكمان لبست هاف بوت عليه مثلا ابيض، او جزمه حتى كعب مقفوله من قدام بيضه، هيبقى شكله يعني انجل او ملائكي كده. ودي نازلين نختار او نازلين نجيب هدوم، او نازلين نجيب حاجات نحطها عندنا في الدولاب ما بنلبسهاش. لا مش انا اللي بعمل كده خالص. لا لا لا، دلوقتي
الاقتراحات التانية اقتراحات اوريدي موجودة عندك في البيت، او تقدري برضو لو انت هتنزلي تجيبي فتقدري تختاري او تحطي الحاجات دي في دماغك. حاجة من الستايلات الجميلة جدا وبتمشي جدا في الشتاء وشكلها يهوس، وهي الكيب. هو بيكون الستايل ده بيتلبس كده، هو دي المكان بتاع الايد من الناحية دي ومن الناحية دي، وبيبقى شكله يعني قمر كده. ده انا كنت جايباه من شي ان، لو انتوا شفتوا الفيديو بتاع شي ان فهتلاقوه فيه سنه ونص، وما اتلبستي ولا مره غير في نيو يير اللي فات ده، لبسته المره الاولى. فهو ليه مناسباته، يعني هو ليه وقته. يعني انا لو دلوقتي عندي مناسبه او عندي فرح طبعا هلجأ له على طول. طيب استايله ازاي او اعمله ازاي؟ هي انا بعشق قوي في الشتاء اننا نبقى لابسين في المناسبات او كلام من ده. طبعا مش كله هيلبس، بس كله معروف الالوان الشتوي، فهي الالوان البيسكس، السوداء، البراون، الجملي، الكلام ده كله. فده يتلبس عليه انا كنت لابسه عليه هاي كول اسود وبنطلون جينز عادي، بس انا طبعا اقول بنطلون اسود وبوت اسود هيكون تحفه، او بنطلون جلد اسود هيبقى شكله جميل قوي. انا شفت البناطيل الجلد دي كانت عند كارينا، وطبعا موجوده في كل حته بما اننا في الشتاء، اللي هو الليجنز اللي هي اللازقه، يعني عشان ده اوريدي طويل، يعني ده اوريدي وصل طويل قد ايه، ده بيجي لحد ركبتي. بس ماشي، هو كانت غلطه في المقاس، بس انا عملته كيب دريس عادي، يعني مفيش حاجه بتاثر معانا، اتس اوكي اتس اوكي. اللي بعد كده وهي الجلود، اي حاجه جلد، فستان جلد، سكيرت جلد، بنطلون جلد، انتي في المكان الصح. لو جبتي اي حاجه جلد اعرفي ان انت هتعرفي تروحي اي مناسبه وانت كده حاطه في بطنك بطيخه صيفي. سكيرت جلد، السكيرت دي انا كنت مفصلاها، هي يعني منفوشه شويه تمام، مفيهاش اي حاجه، مفيهاش اي زراير اي شكل اي حاجه، وطولها حلو، يعني مش طويله قوي على الارض ومش قصيره قوي. فالسكيرت دي من السكيرتس اللي بجد بحبها جدا، وهي لوحدها بتدفي، يعني انا ما لبستش تحتها اي حاجه، فهو الجلد اللي تحت ده او الخامه اللي جواها دي بتدفي جدا وبتخلي الستايل والهدوم شكلها حلو قوي. فانا بقى انصحك بايه عشان تلبسيه على السكيرت الجلد؟ اسود. لبسنا عندنا اوريدي حاجه سودا، سكيرت سودا، البسي هاي كول اسود وطرحه سودا، وحطي بقى التاتشز بتاعتك اللي هو مثلا جلافز، حطي حاجه على راسك ولا البيريه حاجه كده، الطاقيه الصنطوطه اللي بتتحط دي، حطي هنا سكارف، حطي مثلا حاجه زي كده على الهاي كول، هيبقى يا لهوي على الجمال والتحفه، هيبقى يجنن يجنن. وطبعا بوت او هاف بوت او اي حاجه كعب من تحت، هيبقى بجد شكله حلو جدا جدا جدا. كنت لابسه ده ولابسه عليه الجاكيت ده. الجاكيت ده انا جبته من الوكاله، هو كله فر، والفر ده طبيعي، والكم بتاعه بيتني برضو بيبقى فر. كنت لابساهم على بعض وتحتهم هاي كول اسود، ولابسه ايه في رجلي هاف بوت جملي، كان تحفه. بس كنت محتاجه طبعا لو انا مش راضيه التاني. المهم دي الايد بتاعته بتتني برضو، بيبقى شكله حلو قوي. في زي حاجه من ورا، الحاجه اللي من ورا دي بتدي شكل فيمينين جدا وشكل انثوي للهدوم جدا جدا جدا. نيجي بعد كده، لو انا اوريدي عندي الحاجات الستايل ده، او جيبه جلد، او بنطلون جلد، او اي حاجه جلد، فانا ما انزلش اجيب حاجه اضافيه. انا اوريدي عندي حاجه زي كده اطقمها بقى. اللوك الاسود في اسود ده، مع لو انت مش بطرحه، او لو انت بشعرك، او انت بطرحه، فالاثنين بيبقوا بجد حلوين قوي. والبس يعني تلعبي في الاكسسوار بتاعتك، البيرس بتاعتك، الشنطه، او الاكسسوارز اللي انت بتلبسيها، او لو هنحط فرو في اي حته. هوريكم برضو حاجه من الاضافات اللي انا بحطها على الهدوم تخليها تجنن تجنن تجنن. دول انا اوبسس بيهم، يعني انا مهووسه بيهم. الحاجات دي بتتلبس على الايد، على الكم كده، تبقى بالشكل ده. يعني بجد انا بلبس دول تقريبا طول الشتاء، بيخلوا اي حاجه ولو عاديه. يعني بصوا، ها اتفضلوا، كوين دي الستايل ده، او الحاجات اللي بتبقى زي كده، اللي هي الاضافات او الحاجات اللي انت بتحطيها على الهدوم. كل ما يبقى عندك منهم كتير، كل ما تبقي هدومك تبقى اشيك واشيك واشيك.
فده البتاع هما مش لاقيين خالص. بس بصوا الفايب اللي هو الدهاني او الشكل الدهوني، شكل كده مش طبيعي، مش عادي، مش ريجولار، لا انتي اكسترا، انتي اكسترا في كل حاجه. طيب نيجي بعد كده بقى لحاجه بيسك جدا وطبيعيه وكل الناس بيلبسوها في الشتاء، وهي البليزرز. البليزر يعني شتاء، يعني انت مدفيه وفي نفس الوقت شكلك فورمال وشكلك شيك وحلو. طيب حاجه زي دي برضه من الوكاله، لو انتوا شفتوا فيديو الوكاله هتلاقوه فيه، او ممكن ما تلاقوهوش مش عارف. البليزر ده هو بليزر فيميل يعني حريمي، وليه زي الجزء ده كده بيدخل المفروض الناحيه التانية، بيدخل جوه في الفتحه دي وبيتربط، فهو شكله بجد حلو قوي. اوكي ايوه كده كده، وبيتربط بقى من هنا، فشكله شيك قوي، بيرسم الجسم جدا. تلبسيه على اي بنطلون اسود او اي بنطلون مثلا اللي هم البناطيل الفورمال اللي نازله اوريدي موضه دي، جراي نبيتي. ممكن تلبسيه على ليزر بانس اللي هو بناطيل الجلد، او تقدري تلبسيه على حاجات كتير قوي، سكيرت ليذر، حاجات كتير، شمواه، تقدري تلبسيه على كل حاجه. بس انا طبعا لو برضو جيتوا قلتولي هتفضلي او تلبسيه انت يا اسراء على ايه، هقول لك هلبسه على البنطلون الفلير ده، فلير بانس، اللي هو ده الرجل بتاعته بتبقى عباره عن ورده فراشه كده، تمام، وبيكون برضو ضيق وصك في كل حاجه. وممكن البس تحتيه البلاوز البيضه دي، تحسيها ستان شويه، ليها لمعه كده، تمام، فهتبقى تحت اموره قوي. او برضو افضل ان انا البس هاي كول اسود من غير اي حاجه تانية خالص عليه، واحط له برضو تاتشز. مثلا هلبس فوقيه لاير كمان، وهلبس فوقيه جاكيت زي ده، او هلبس فوقيه اوف كورس اوف كولر، هلبس فوقيه جاكيت زي الفرو ده فرو فوشيا. اوكي ده هلبسه فوقيه، هيكون شكله حلو جدا، وهيكون انا يعني هيديني الفايب بتاعي انا، الستايل اللي انا اوريدي عايزاه. طيب الستايل ده هيكون حلو جدا، مناسب لكل البنات، مناسب تقريبا لكل الاجسام اللي بيليق عليهم البليزرز. وانا اتكلمت عن موضوع الاجسام ده في فيديوز كتير جدا جدا جدا، فانصحكم ان انتوا تروحوا جاكيت وتتفرجوا عليهم لانهم مهمين، وهيعرفوكي بجد عن شكل الجسم كتير قوي، والستايلز والهدوم اللي بتليق عليكي. بعيد عن نفسي عادي، يعني ايه المشكله؟ السكارف الستان ملون هيكون يعني بيرفكت، الستايل ده هيكون حلو قوي قوي. طيب ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، وهي الجزم. اي جزمه في الشتاء يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت بليز 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 ما تجيبيش جزم مفتوحه ابدا من قدام. الجزم المفتوحه من قدام بتخلي الطقم سو شيب، بتخليه مش حلو خالص. الجزم المقفوله والله صيف وشتاء في الحالتين بتخلي الهدوم تكون اكسترا، وتكون بتنقلها في حته تانية خالص، بجد بيبقى شكلها حلو قوي. فدايما دايما جيبي جزم مقفوله، هتنفعك صيف وهتنفعك شتاء. الحلول اللي احنا نقدر نعملها، وهي زي ما اتكلمنا الفساتين الفيلفت اللي هي بتكون قطيفه. طبعا ده الاوبشن الاكثر انتشارا، ان كان فيلفت بالازرق بالاحمر بالاصفر، اي لون، المهم ان هو يكون قطيفه، هيبقى شتوي، هتكون تحفه. انا كنت جبت الدريس ده في خطوبه واحده صاحبتي، عشان احضر خطوبه واحده صاحبتي، وطبعا لاني انا كان في بالي دريس معين او ستايل معين للدريسز، فنزلت دورت ودخت ما لقيتش اي ستايل غير ده، وللاسف ما لقيتهوش طويل، لقيته قصير. ففي الحالة دي أنا دلوقتي مثلا هنزل أجيب بقية متر، أو هجيب قماش من ده نفس الخامة نفس اللون، وهوصله من تحت بالفستان عشان يكون واسع ومنفوش، وما يكونش بس محددني أو محجبني في الهدوم اللي أنا ألبسها، إن أنا لازم ألبس تحتيه بوت أو لازم ألبس تحتيه حاجة طويلة. طبعا ما ينفعش أبقى لابسة شراب كلون تحتيه بس، فانا محتاجه ابقى لابسه هاف بوت او بوت، وغالبا بوت يكون طويل، فبيحجمني كتير ان انا البسه. وكمان بصوا الفيلفت بيبقى عامل ازاي، بصوا الخامه والداي بتاعها، اوف تحفه. طيب هو زي ما انتم شايفين كده، هو كله كسر من هنا، والكم بتاعه كمان كسر، وبعدين من تحت كده متدرج اللي هو حد تقريبا الركبه. بس هو للأمانة هو مش أفضل حاجة، يعني أنا لو رجع بيا الوقت كنت اخترت إن أنا أشتري أي حاجة تانية غيره، لأن هو فعلا زي ما أنا قلت لكم هو محجمني كتير، ولأن برضو الفتحة، بصوا جزء الفتحة ده
زفت بجد. الجزء ده بيخلي الهدوم تبقي متضايقه جدا منها، فانا مضطره مثلا البس تحتيه هاي كول زي اللي انا لابساه ده، او البس تحتيه كولر، او احط فوقيه كولر او اي حاجه من الحاجات دي عشان يكون شكله حلو. فطبعا ده محجبني جدا جدا. الاوبشنز بتاعتي طبعا اهم حاجه في كل الستايلز اللي انت تقدري تلبسيها او الهدوم اللي تلبسيها، ان انت تلبسي حاجات مريحه، تلبسي حاجات تبقي قادره تتحركي بيها. اوريدي انت هتبقي مدفيه باللايرز او بالحاجات الكتير اللي احنا قلنا عليها. وكمان الاكسسوارز اللي على الهدوم، يعني ان كان كوليه، ان كان حاجه في الايد، ان كان جلافز، ان كان حاجه على الراس، على الطرحه، شكل الطرحه نفسها، كل الاكسسوارز دي، لان انت بتلعبي في شويه الوان محدوده شويه، بلاش نقول محدوده قوي، هي محدوده سيكا يعني. فالالوان دي هتحكم اللي بحبها قوي، ان الطقم يبقى كله مونوكروم اللي هو اسود، كله نبيتي، كله جراي كده. فبرضو هيبقى شويه ان احنا نحط بوب اوف كولر، نحط الوان شنط، نحط لون في الجلافز، لون في الشابو، لون في اي حاجه، هيكون بجد حلو قوي 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 ان احنا نعمل كده طبعا. وفي الشوز اوريدي. النهارده اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. نصايحي دي مش ببلاش والله، فعشان كده ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتكتبوا لي كومنت بايه هي اكتر بيس او اكتر ستايل او اكتر نصيحه عجبتكم في الفيديو. وكمان لو انتوا عندكم اي افكار او اي حاجات تانية حابين تعرفوها يعني، تكتبوا لي برضه في الكومنتس تحت. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. هنعمل فيديوهات تانية ان شاء الله. كل مره باجي اسجل فيديو ببقى ناويه ان انا اعمل فيديوز كتير، بس مش عارفه ايه اللي بيحصل. عندي شغل، انا بقيت business woman right now, so bye.